السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ادعوا لي يا رب كده بالشفاء. ان الكحة موتاني هموت. معلش اعذروني. مفيش دكتور حساسية جايب نتيجة ولا مدير مستشفى العباسية جايب نتيجة. والله رحت لمدير مستشفى العباسية اللي هي مستشفى الصدر، ولا علاجه جايب نتيجة وكله حقن. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده لحمه. انا جبت النهارده لحمه جملي وهنعمل شويه بسله كده وشويه رز. حطيت الميه اهي هتغلي، ولما تغلي هنحط فيها اللحمه غسلتها اهي زي الفل. اما الميه تقلب هنحط فيها اللحمه. هروح بقى افصص البسله وارجع لكم. بص حبايبي، الميه خلاص داخله على غليانه اهي. عشان عايزه اروح اصلي. كانت ب80 و90 بقت ب240. اللحمه الجملي كانت ب90 جنيه وكانت ب80 جنيه. جبتها ب240. ربنا يرحمنا برحمته. بص حبايبي، اللحمه لسه بتستوي عشان هي جملي. خرطت بصلايه وحطيت شويه زيت. هنحمر بقى البصلايه واحط الطماطم واقعد افصص البسله عشان انا كنت بصلي العصر. احمر البصلايه وارجع لكم. بص حبايبي، البصلايه احمرت وحطيت الصلصه اهي. اتسبكت شويه، هحط بقى عليها البسله. لسه اللحمه بتتسلق اهي. البسله اهي غسلتها مرتين تلاتة، ودي الرابعه اهي عشان ما يكونش فيها تراب. هصفيها واحطها في الصلصه وارجع لكم. حطيت يا حبايبي البسله اهي. عقبال ما تاخد غلوه بقى اكون قطعت البطاطسايه والجزرايه اهي. تاخد غلوه كده في الصلصه اكون خرطت الجزرايه والبطاطسايه وارميهم عليها برضو. بصوا حبايبي، الجزر والبطاطس اهو. دي جزرايه كبيره وبطاطسايه. اروح بقى احطهم على البسله اهو. كان في حتتين لحمه بيض في اللحمه، رميتهم في البسله اهي، يدوها دسم ويدوها طعم. ادي البسله هنسيبها بقى تستوي، نغطيها ونسيبها تستوي بقى. ما تستوي ارجع لكم. حبايبي اللحمه خلاص استوت اهي، طفيت عليها. ودي البسله اهي استوت. هنعمل بقى مع بعض شويه رز، حبايه وحبايه، واحده وواحده، يعني واحده محمره وواحده بيضه. انتوا عارفين الرز حبايه وحبايه. اما دول يتحمروا هكب عليهم الباقيين. خلاص يا حبايبي اهي هتحمر اهي خلاص. اول ما يحمروا شويه كمان، يعني يغمقوا شويه كمان، احط بقى الرز الابيض عليه. ده الرز حبايه وحبايه، بيبقى جميل جدا على فكره. لو خدتوا معلقتين كده وحطيتوا عليها شويه سكر وكلتوها هتعجبكم جدا. الرز حبايه وحبايه ده بس ما يبقاش بقى محطوط لا شوربه ولا ماجي. هتاكلوا بيه طبيخ، مش هتحطوا عليه سكر، هتاكلوا بيه طبيخ. تحطوا الماجي بقى وتحطوا الملح كده. خلاص هحط بقى شويه الرز البيض. احمروا شويه كمان. خلاص كده اتحمص اهو. كده اهو الرز اللي هو الحبايه وحبايه. اقلبهم بقى شويه مع بعض واسقيهم ميتهم
واحط له قالب ماجي بس. ده الرز اهو يا حبايبي. خلاص حطيت له قالب ماجي وشويه ملح والميه بتاعته اهي. خلاص كده هنغطي بقى ونسيبه يستوي. بصوا يا حبايبي البسله اهي في منتهى الجمال، مش محتاجه كلام. حته اللحمه البيضه اللي فيها ظابطه الاداء، عامله لها وش دسم ايه جميل. بس اللي بيعمل رجيم ما يقربش عندها. اللي ياكلها ياكلها بألف هنا وشفا. بصوا يا حبايبي الرز اهو، بصوا حبايه من حبايه، فلفل وجميل وطعمه جميل. هنطفي بقى ونسيبه لما اجي اغرف اوريكم الاكل. الاكل اهو يا حبايبي خلاص خلص، هروح اقدمه بقى. لو عجبكم الاكله دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.